يرد التحية لتسجيل الهدف من هذه الركلة الترجيحية. هذا مطلوب لمتابعة هذه الركلة. وأنا في المباراة يقول رن رياضي في الملعب حمزة السلامي الآن أو حمزة الحساني عفوا يحتاج قوة التسديد أيضا. هل ينجح حسام التومي من إبعاد الكرة عن المرمى؟ هل يكون الحساني يلعب؟ وفاضل سحب الخبرة. هل ينجح فاضل؟ وفي انتظار صافرة حكم المباراة سعيد اليماني. إذا يعطي اليد الآن وهدف. فاضل لن ينجح يسجل الهدف الثاني. يا سلام عليك يا فاضل، لاعب الخبرة لا يضيع مثل هذه الركلات. هل ينجح حسام التومي الآن من صد الركلة؟ حسام التومي لا يراقب. سنتابع ياسين كروم. ياسين كروم ويسجل، ينجح إذا التعادل 2-2. تواصل الحوار في تنفيذ ركلات الترجيح. الركلة الثالثة وجاسم الغزالي. جاسم الغزالي وبن حميدو. إذا في الانتظار جاسم الغزالي يسجل. يا سلام عليك، جاسم الغزالي يدرك ويسجل ثالث الركلات الترجيحية بنجاح. والآن ركلة الترجيح إلى حمزة السلامي. هل يضيع حمزة أمام حسام التومي؟ حمزة يمتاز بقوة التسديد ويصد الكرة. إذن ألف مبروك ليبيا، ألف مبروك ليبيا، ألف مبروك ليبيا في هذا الملعب الجميل. إهداء لكل شهداء وإعصار دانيال في هذه المدينة وما جاورها. بالتأكيد ألف مبروك لأبناء الوطن، ألف مبروك ليبيا، ألف مبروك ليبيا. هذا التتويج المستحق. ألف مبروك. حط طيب للمنتخب